السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من في المقص، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن الحدث الأكبر اللي بيدور على الساحة الرياضية، وهو اعتذار الزمالك عن مباراة القمة اللي جاية قدام النادي الأهلي، وماذا يحدث أو ماذا سيحدث في الفترات أو اللحظات القادمة أو الساعات القادمة. إن شاء الله هنعرفها مع بعض النهاردة في حلقة اليوم. لكن قبل ما نبدأ عايزين نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات، وندعي لإخواتنا ربنا يكرمهم ويثبت أقدامهم وينصرهم إن شاء الله. لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك عشان تتابع معانا الجديد اول باول ان شاء الله، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يتثبت ويوصل لاكبر عدد من الناس ان شاء الله. طيب، الحدث الاكبر النهارده ان الزمالك ناس بتسميها انسحاب، وناس بتسميها اعتذار، وناس بتسميها يعني كتير من الناس واخده الموضوع، في ناس واخده الموضوع بتريقه، وفي ناس واخده الموضوع بكلام كبير شويه، او ان الفكره العامه اللي حاصله على الاحداث الرياضيه عباره عن سف وقصف جبهات وي 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 والكلام ده. طيب انا مش عايز اصدمك عزيزي المشاهد والمتابع شويه، واخدك لسكه مش حلوه شويه، عشان نبعد عن فكره الترند، ونبعد عن فكره يعني المشادات اللي بتحصل والسف اللي بيحصل على السوشيال ميديا بصفه عامه. ان انسحاب الزمالك او اعتذار الزمالك، سميها زي ما انت عايز تسميها، بس ده نذير حاجه ممكن ما تكونش كويسه خلال الفتره اللي جايه للكره المصريه بصفه عامه، اللي بتمر باسوا فترات ليها من سنين طويله. مش عشان الزمالك، وعشان الناس ما تحسبناش عن الزمالك، احنا هنا في صفحه في المقص وفي قناه في المقص بنتكلم بما يرضي الله، ما بنتكلمش لا بالوان ولا بنتكلم وفقا لانحيازات شخصيه او اراء شخصيه، احنا بنتكلم بما يرضي الله. عندنا مشكله في الكره المصريه، عندنا مشكله في الكره المصريه، المشكله دي بقى لها فتره كبيره، الناس سادة ودانها مش عايزه تسمعنا، محدش واخد باله من اللي بيحصل، ناس مستفيده من اللي بيحصل، مش عايزه تتهم حد بحاجه. بس احنا عندنا مشكله كبيره جدا، اثرها يعني طفحت كده على الباطن او طفحت على الظاهر قدامنا كده، هو هي فكره انسحاب الزمالك او اعتذار الزمالك، اللي هيعمل وهيظهر مشاكل. مش عايز اقول فضائح كتير، لا، هيظهر حاجات كتيره جدا خلال الفتره القادمه، احنا ككره مصريه في غنى عنها. وهقول لك ليه بقى، اخدك واحده واحده كده بالراحه عزيزي المتابع. الناس واخده الموضوع بتريقه، وناس واخده الموضوع بفكره السف، وان الاهلي والزمالك، وان الاهلي جامد والزمالك ضعيف، وحنفي ومش حنفي وبتاع والكلام اللي بالك فيه ده، وعمالين يسفوا على بعض على السوشيال ميديا وعلى صفحات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. بس خليني اخدك لنقطه مش حلوه شويه، او انبهك لحاجه انت حضرتك مش واخد بالك منها عزيزي المتابع، وهي ان الموضوع هتيجي تبص لبيان نادي الزمالك هتقول ان انت، في ناس انتقدت بيان نادي الزمالك. انا شخصيا بيان نادي الزمالك انا بنتقده في بعض الاحيان، وممكن اكون شايف ان هم معاهم الحق 50% و50% مش معاهم الحق. معاهم الحق 50% ان انت بتقول ان عندك مشكله مع الاخطاء التحكيميه وعندك مشكله مع كذا وكذا وكذا، لكن مش معاك الحق في ان انت لما جالك الجدول في شهر فبراير اللي فات انت ما اعترضتش، وعلى هذا الاساس قررت ان انت تكمل الدوري عادي ولعبت. لما بدات تخسر نقاط كتيره وتبعد عن المنافسه بدات تشتكي، وطلع موضوع الشكايات بقى ومش عارف ايه وبلاغات، واحنا عندنا كذا وعندنا كذا وكذا وكذا. انا معاك في كل ده على فكره، وطرحت لك وجهتين النظر، بس اللي انا عايز الفت لك نظرك ليه شويه عزيزي المتابع، ان الموضوع مش بس مشكله الزمالك او انسحاب الزمالك قدام النادي الاهلي. خلاص كده كده اللائحه هتطبق على الزمالك. الزمالك كان اشترط 4 حاجات، الحاجات دي كان خلاص قاب قوسين او ادنى ان الدكتور اشرف صبحي حاول يقرب وجهات النظر ما بين الرابطه وما بين نادي الزمالك، كابتن حسين لبيب والاستاذ احمد دياب. لكن رجعت النقطه ثاني او المفاوضات ثاني لنقطه الصفر، لما الرابطه قالت ان احنا ما بنتعهدش بتنفيذ الكلام ده قبل ماتش الاهلي، العبوا الماتش وبعد كده ننفذ لكم الطلبات اللي انتم عايزينها. وطبعا ده ما عجبش كابتن حسين لبيب وما عجبش نادي الزمالك، وبالتالي فحصل تراجع في الكلام مره ثانيه، وحصل مشكله كبيره جدا ان نادي الزمالك قال ان هو مش هي يعني يعمل ده وهيلعب المباراه دي وخلاص الموضوع انتهى. طيب اخدك بقى لنقطه مهمه جدا، وهي ايه اللي حصل مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، او ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. اللي حصل خلاص كلنا عارفينه، اللي هيحصل او النتيجه اللي ممكن. انا مش عايز اصدمك عزيزي المتابع، بس هاخدك للحته دي كويس جدا، وهاخدك للنقطه دي كويس جدا، وهي نقطه عزيزي المتابع اللي انت ما تحبش ان انت تتكلم او تسمعها مني، بس انا هنبهك لنقطه مهمه جدا قد تصل بينا لحاجات كتيره احنا مش حابينها. وهي ايه بقى؟ نادي الزمالك خد خطوات التصعيد، وخليني اقول لك ان كابتن حسين لبيب ومجلسه درسوا الموضوع ده كويس جدا 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 قبل ما يقرروا قرار الانسحاب او الاعتذار، او سميه زي ما انت عايز تسميه، او قول عليه زي ما انت عايز تقول. الموضوع ده اتدرس كويس جدا قبل ما يتاخد. وخليني اقول لك
ان اتحاد الكوره مهدد باستمراره في منصبه. اعضاء اتحاد الكوره ومجلس اتحاد الكوره برئاسه جمال علام مهددين ان هم يكملوا فترتهم. وهقول لك ليه. هتقول لي ايه ده الزمالك ممكن يوصل معاه الحل كده؟ لان الموضوع مش موضوع البيان بس. خلينا اقول لك البيان ده زاد الطين بله. الزمالك اعتذر عن المباراه اللي جايه قدام النادي الاهلي، مش هيلعب، هتطبق عليه لائحه هتخصم 3 نقاط. الزمالك اصلا بيشتكي من المظلوميه وي 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 الى اخره، اتطبق عليه خصم 3 نقاط، على غيره ما بيتطبقش على حد كلامهم هم. هيعيد الموضوع تاني، يرجع النقطه تاني نقطه الصفر، وهيزود الطين بله ان يخلي الزمالك يصعد الموضوع، يقول لي ده انت خصمت مني 3 نقاط في المباراه دي، وكمان نهايه الموسم هتخصم مني 3 نقاط تانيين. طب انا مش لاعب الدوري ده اصلا كمان، مش هكمل فيه. وبالتالي فنادي الزمالك مش هيكمل المسابقه. ونادي الزمالك مع توالي الانسحابات او توالي الاعتذارات عن تكمله المباراه، اللائحه بتقول ان هو ينزل الدرجه الرابعه. وانا بقول لك اهو، يبقى قابلني لو حد نزله درجه رابعه، ومش هيحصل. واتحاد الكره هيتحل في القصه دي. وبقول لك اهو انفراد في الحلقه دي النهارده التاريخ 24/6، اتحاد الكوره هيتحل بسبب المشكله دي، وهيتم حل اتحاد الكوره واجبارهم على تقديم الاستقالات. ليه بقى؟ مش عشان الزمالك جامد ولا حاجه، لا. الزمالك خطوات تصعيده اللي جايه في الفيفا، عشان اخدك للنقطه اللي انت عايز تسمعها مني وتفهمها كويس. الزمالك مش بيهدد باللجوء للفيفا وخلاص، لا، ده بيجهز ملف دلوقتي. وهقول لك الكلام عشان ما تسمعش الكلام من بره وتقول ان انت بنقول كلام او ان احنا بنقول كلام مش صح. لا، الزمالك عزيزي المتابع هيعمل ايه دلوقتي بقى؟ هيتجه بالملف ده للفيفا. طيب الفيفا هيرد عليه يقول له ان هو شأن داخلي. انا معاك على فكره، وانت الطرح ده اللي انت طرحته مهم جدا وانت بترد عليا دلوقتي. الزمالك هيترد عليه الرد ده، هيترد عليه الرد ده ان ده شأن داخلي. بس اللي مش شأن داخلي ان نادي الزمالك لما يوكل بعض المحامين يرفعوا قضايا على اتحاد الكره اللي هو اصلا عنده مشاكل كتير داخليه، وركز على الكلمه دي، وعنده بعض الحاجات كده يتهم فيها اتحاد الكوره بالتلاعب وي 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 والاختلاسات والى اخره. انا ما بقولش حاجه من عندي، انا ما بتهمش حد بالمناسبه، بس انا بقول لك الكلام ده هيطلع، هتلاقي محامي واثنين وثلاثه رفعوا قضايا، في ناس ممكن تتبرع تعمل الموضوع تطوعا ويرفعوا قضايا على اتحاد الكوره. وبالتالي يجي اتحاد الكوره اللي عنده مشاكل كتير جدا قدام المحكمه الاداريه. هتقول لي مثلا نجا من قضيه 2 دعوه 3 4، كتر الدعوات والقضايا اعتقد ان هو هيلط اتحاد الكوره في حاجه وهيوقع اتحاد الكوره في مشكله. وممكن قضيه منهم تلبس مع اتحاد الكوره ويصدر حكم بحله. وبالتالي هيبقى وزير الشباب والرياضه في موقف لا يحسد عليه لو ده حصل، وجه ساعتها وقتها مضطر ان هو يطبق حكم المحكمه. هنا بقى الفيفا تقول له لا تعالى يا معلم، ده تدخل حكومي، اوقف النشاط الرياضي في مصر. ودي النقطه اللي الزمالك دلوقتي، عارف المثل اللي بيقول عليا وعلى اعدائي، خلاص ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. انا دلوقتي الموضوع بالنسبه لي خلاص، يعني زي ما بيقولوا كده، يا قاتل يا مقتول. مش موضوع انسحاب بس، لا. فانت بتقول لي اتحاد الكوره هيخصم 3 نقاط من الزمالك، حصل هينزل الزمالك درجه رابعه؟ اقول لك مش هيحصل. وانا بقول لك الكلام ده والعقده على الراوي، لان اتحاد الكوره في خلال شهر من دلوقتي، وانا قلت لك بتاريخ الحلقه 24/6، ممكن ما يكملش في منصبه، وممكن يجبر على تقديم الاستقالات والايام بينا. لان الموضوع ده هيفتح قصه كبيره جدا. وعشان تنزل الزمالك دعوه درجه رابعه لازم تبعت للاتحاد الدولي. الموضوع يا جماعه كبير، مش سهل، مش اللي هو هوب يلا انزل درجه رابعه والموضوع انتهى. لا، ده انت محتاج فتوى كبيره جدا من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، ومحتاج ان انت تفتح الموضوع ده على مصراعيه كده وتبعت فتاوي وتبعت احكام وي 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 عشان تقدر. هو الموضوع مش خصم 3 نقط، ده انت تنزل نادي كبير بحجم نادي الزمالك للدرجه الرابعه اللي هي الدرجه الادنى في المنافسات المحليه كلها. فعشان تطبق ده انت بتحكمك لوائح الاتحاد الدولي. الناحيه الثانيه الخصم بتاعك نادي الزمالك مش هيسكت، ما هو هيرفع عليك قضايا وهيتهمك بنشر فساد وغسيل و الى اخره، وفتح بقى ملفات فساد وملفات كتيره. وانا بقول لك اهو اتحاد الكره هيتلطف قضايا منهم، واتحاد الكره ممكن يتحل ويطلع حكم من المحكمه بحله. ولو طلع حكم من المحكمه، وزير الشباب والرياضه بقول لك تاني هيبقى في موقف لا يحسد عليه، ان هو غصب عنه لازم يطبق الحكم ده. ولو طبقه كل سنه وانت طيب، هيحصل وقف عنك للنشاط الرياضي في مصر كلها. فانا بقول لك الكلام والعهده على الراوي. الزمالك مش هيسكت، واتحاد الكوره في موقف لا يحسد عليه، والرابطه في موقف لا يحسد عليه. ممكن تحصل مشكله خلال الفتره اللي جايه، الدوري يتلغي خالص، كل ده وارد، كل ده وارد. وخليني اقول لك ان في مشكله، ان لازم طرف هيخسر. يا اما اتحاد الكوره يضحي ويلغي الدوري خالص ويقول لك ابدا دوري على نظافه من اول وجديد في شهر 8 اللي جاي، او ان هو يكمل في عناده والزمالك برضه هيكمل في عناده. هنا في مشكله ان القضايا اللي بتحصل دي بقول لك هتخبط يعني معانا
في نقطه وحشه جدا جدا جدا، ولنا في سيراليون وبلد الكويت عبره، حصل عندهم وقف للنشاط الرياضي بسبب حاجه زي كده، وحرموا من اللعب في بلادهم بسبب حاجه زي كده، وعقوبات بالجمله. فالموضوع كبير يا جماعه، والموضوع مش صغير، مش موضوع فكره انسحاب من مباراه وثلاث نقط والترند بقى والناس عماله تسف على بعضها على السوشيال ميديا والكلام ده. والله الموضوع اكبر من كده بكتير، وربنا يستر في اللي جاي ان شاء الله.